الرقاق باللحمة المفرومة هنعمله بأبسط طريقة وهيطلع ريحته تحفة ومالية كده البيت كله، مش هتصدقي ان انت تعمليه بالطريقة الحلوة دي، وهياخد كده لون حلو من تحت ومن فوق. وكمان هنعمله بربع لحمة مفرومة بس، واللحمة المفرومة مش هنعملها زي اي عصاج، لا، هقولك على 2 مكون تحطيها على اللحمة المفرومة، هيطلع معاكي كده اللحمة ماسكة نفسها من جوه، تدي كمان كمية حلوة جدا. وهنعمل كمان منها أكبر صينية، أكبر صينية هتكفي العيلة وعيلة العيلة كمان. هنعملها بطريقة حلوة جدا وتاخد كده لون حلو من فوق ومن تحت بالشكل دوت. يلا تعالي نبدأ وصفتنا. أهلا بيكم معايا في وصفة جديدة من وصفات مني. لو لسه أول مرة بتشوفيني ما تنسنيش في اللايك وفي الاشتراك، دعمك أكيد بيفرق معايا. أول حاجة طاسة على النار، هنزل كده بمعلقة سمنة وبعدين كمان معلقة زيت، هسيبهم كده يسخنوا شوية. وبعدين هنزل ب3 معالق كبار مليانين بصل مفروم ناعم. هدي كده البصل تشويحة، مش هحمره ولا هخليه يصفر، لا انا هديله بس تشويحة كده بسيطة مع السمنة لحد ما يدبل معايا حاجة بسيطة. وبعدين هنزل بالبهارات بتاعتي، ملح، كمون، فلفل اسمر، زعتر، كزبرة ناشفة، وكمان كركم. كل دول معلقة صغيرة، والملح هنظبط على حسب الاحتياج. وهنزل بقى بالربع اللحمة المفرومة بتاعي، هنزل كده بالشكل دوت واقلب كويس جدا لحد ما اللحمه تتشوح معايا ويتغير لونها وتديني اللون المظبوط بتاع التسويه. هفضل كده اعمل كده لحد ما تتغير. واول ما تدخل كده في السوا هنزل بقى برشه جوز الطيبه معايا، دي بتنقل الطعم في حته تانية خالص، تحفه. انا بحبها جدا في الوصفات اللحوم بالذات، بتبقى رهيبه. وهقلب كده. بصوا اللحمه خلاص دخلت في التسويه. تعالوا بقى اقول لكم هنا على السر هنعمل ايه علشان اللحمه تربط معايا. هنزل كده بمعلقه دقيق ومعايا ربع كوبايه لبن، وقبل ما انزل باللبن هشوح بس الدقيق حاجه بسيطه كده على النار علشان يستوى طبعا معايا. بصوا انا من قبل ما احط اللبن ربط معايا على طول. هنزل بقى بربع كوبايه اللبن وهقلب كل دوت مع بعض. والله بجد اللبن مع اللحمه المفرومه على النار كده بالشكل ده تحفه تحفه بجد، طعمها رهيب، جربوها مش هتندموا. ده بقى غير العصاج العادي اللي احنا بنعمله. العصاج دوت اللحمه منه مش بتنزل، وكمان طعمه بيبقى احلى بكتير، بيبقى طعمه غني كده، ونقدر نفرده كويس في الصينيه. خلاص كده خلصنا. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا دي بقى الشوربه اللي انا هعمل بيها الرقاق بتاعي. جبت كده كوبايه شوربه وكمان نص كوبايه لبن او كريمه حسب المتوفر عندك، وكمان معلقه صغيره بيكنج باودر، وهحط كمان نص كيس من المرقة الفورية. كل دول هقلبهم مع بعض كده. لو ما عندكيش شوربة ممكن تكتفي بدل الشوربة تحطي مية ومعاها المرقة الفورية ومعلقة سمنة، هتديكي برضو نفس النتيجة ونفس الطعم. جبت بقى الرقاق بتاعي، هاخد كده الطبقات، المهم ان انا اعدهم علشان اخلي الطبقات اللي فوق تبقى متساوية مع الطبقات اللي تحت. دول مثلا طلعوا معايا 9، في واحدة زيادة هخلي الزيادة هما اللي تحت، يعني هعمل كده 5 تحت و4 فوق. اهم حاجة بقى عندي الشوربة ان هي تغلي كويس جدا على النار. وبعد ما غلت الشوربة هاخد بقى واحدة واحدة من الرقاق كده بالشكل دوت وانزله في الشوربة. المهم ان انا ما اسيبش الرقاق كتير في الشوربة علشان ما يعجنش مني، يعني ما يطلعش كده مكتوم كمان من جوه، لا انا هنزله كده واطلعه على طول. وبعدين اديله على طول دهنة سمنة، بلاش زيت، يعني هو الرقاق بيحب السمنة، هيبقى حلو جدا وطعمه حلو وريحته حلو. عايزة تستخدمي سمنة فلاحي استخدمي، عايزة تستخدمي سمنة عادية عادي خالص. هو بصراحة انا استخدمت سمنة عادية وطلع تحفة معايا. وهاخد كده رق تاني، وكل بين كل طبقة وطبقة هحط كده سمنة خفيفة. انا استخدمت قد ايه سمنة في الصينية دي، يعني حوالي كده ربع كوباية. ربع كوباية دي حاجة بسيطة جدا بالنسبة للصينية الكبيرة اللي انا عاملاها. وهنزل كده اورقه كده بالشكل دوت، وزي ما قلنا منسيبوش كتير، نطلعه على طول. خلاص كده خلصت الطبقة اللي تحت. هنزل بقى بالعصاج بتاعي هفرده، هوريكم بقى هو ازاي بيتفرد معايا بكل سهولة، وكمان ماسك نفسه في نفس الوقت اهو بالشكل ده. هفرده كده بالمعلقة بتاعتي، احاول ان انا افرده كويس جدا وما اجيبش عند الحروف قوي علشان خاطر ما يتحرقش مني. بصوا انا هقرب اهو، بصوا العصاج حلو جدا معايا وسلس جدا.
وهتفضل كده زي ما هو، ولا هيفرط منك وينزل ولا اي حاجه، هيفضل كده زي ما هو ماسك نفسه. انا الصينيه هنا هعملها نص ونص، هعملها نص حامي والنص تاني للاولاد طبعا من غير حامي، بدل ما اعمل صينيتين هاخد كده الفلفل واحطه كده في النص بالشكل ده لنص الصينيه اهو. ودي بقى خطوة اختيارية، هنزل كده بجبنة موتزاريلا يعني رشة بسيطة، كده كده الحشوة هتبقى ماسكة نفسها، بس انتي لو عايزة الخطوة دي زوديها، عايزة تكتري جبنة موتزاريلا تاني كتري براحتك جدا، لو عايزة تستغني عنها خالص استغني عنها. هاخد بقى باقي الرقاق معايا. لو الشوربة بقى بردت منك شوية ممكن تحطيها على النار تاني وتسخنيها، لازم الشوربة تكون سخنة علشان انزل فيها الرقاق بالشكل ده واطلعه على طول علشان ما يعجنش مني اهو. لو الشوربه بارده معاكي هيبقى الرقاق ناشف من جوه وهيبقى معضم وهيبقى مش حلو خالص. هو يعني كده مظبوط، لازم تعمليه بالطريقه دي اهو. هنزل على طول كده واطلعه على طول، المهم ان انا يتبل كده بالشكل ده. لو واحده اتكسرت معاكي عادي جدا، هحط المكسور دوت في النص مش هيبان خالص. وبين كل طبقه والتانيه هدهن برضو دهنه السمنه بتاعتي بالفرشه كده، اوزعها كويس جدا من جوه اهو. هنزل تاني لحد ما اخلص الكميه اللي عندي بالشكل ده. اي واحده اهي اتكسرت عادي جدا ولا هتبان ولا اي حاجه. خلصت الصينيه، هدهن بقى الوش بتاعها من فوق بالسمنه. الرقاق بقى بيحب السمنه، لازم ادهنه كويس جدا بالسمنه اهو. دهنت. طيب في خطوه تانية مهمه لازم نعملها، ان انا اخد الحروف علشان الصينيه بتاعتي يطلع شكلها حلو في الاخر. هدخلها كده لجوه على تحت اهو، اخد الحروف كلها كده بالشكل ده وادخل كده بصوابعي لجوه، هتطلع الصينيه مظبوطه معايا والحشوه مش هتتحرق من الجناب ولا اي حاجه. بس كده خلصتها، مش هبطط عليها قوي بايدي طبعا علشان خاطر ما تتكتمش، هي كده واخده هشاشه من جوه حلوه جدا وهشه. وهجيب بقى سكينه وهقطعها كده بالشكل دوت، هحاول ان انا اقطعها كده قطع متساويه وهكذا بالطول وبالعرض، يعني 4 بالطول و4 بالعرض بالشكل ده يطلع معاكي شكلها حلو جدا والقطع كلها متساوية. هسخن الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني، هتقعد معاكي يعني تقريبا كده تلت ساعة. تلت ساعة هتكون جاهزة. وبعد ما اول ما تحسي ان هي احمرت من الجناب هتولعي عليها الشواية وهتاخد لون حلو معاكي وهتبقى معاكي بالشكل ده. بصوا هنا لونها طلع حلو ازاي، والقطع معايا متساوية ومش لازقة في بعضها، احنا قطعناها كويس والقطعة مظبوطة جدا، حاجة تشرف جدا على سفرتك. طبعا ريحتها ما اقولكيش بقى، ريحة اللحمة مع رشة جوز الطيب اللي احنا حطيناها مع الرقاق كله مع بعض كده، بجد ريحته رهيبة 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 بجد. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. القطعة هي ناشفة من فوق كريسبي جدا ومن تحت كمان بصوا رهيبة. بصوا اللون الحلو بقى من تحت عشان احنا دهنين السمنة كويس، اخدت لون حلو ونفس اللون اللي تحت هو اللي فوق، ولا اتحرقت ولا اي حاجة. تحفة يا جماعة بجد، جربوها ريحتها والله العظيم رهيبة، حاجة تشرف قوي. القطعة مليانة وهوريكي كمان اللحمة من جوه شكلها عامل ازاي. بصوا مورقة، انا مش عارفة افتحها بس انا هفتحها لكم كده عشان اوريكي ان اللحمه هي لاخر ما انا عملتها هي ماسكه نفسها بالشكل دوت، ولا وقعت مني ولا وقعت في الصينيه ولا اتحرقت ولا اي حاجه، ومستويه كويس جدا وريحتها تجنن. جربوها بقى بالطريقه دي هتعجبكم جدا. بس كده دي كانت وصفتي النهارده، اتمنى تعجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك وفي الاشتراك وكومنت حلو منك. جربي الوصفه دي هتعجبك جدا. وبس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.